لما تيجي تتكلم عن النهضة الأوروبية بتبدأ من المصانع اللي دخلت في إنجلترا، أو من نيوتن وهو قاعد تحت الشجرة، أو من الثورة الصناعية في القرن ال 18. بس الحقيقة إن الحكاية بدأت قبل كده بكتير، في وقت ما كانت ممالك أوروبا عبارة عن قرى فقيرة ملوكها بيدوروا على أي لقمة عيش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عامل ايه يا صديقي؟ اتمنى تكونوا بخير. لو اول مره تشوفني فانا احمد، قدم لك هنا في القناه محتوى عن شركات، اقتصاد، حروب، هيكله العالم اللي احنا عايشين فيه حاليا. فلو انت مهتم بالمحتوى ده ارجو انك تشترك معايا في القناه وتعمل لايك وتدعي لاخواتنا الفلسطينيين وتبارك لهم على وقف الحرب. ويلا نبدا حلقه النهارده. تحديدا في القرن ال 14 اوروبا كانت عايشه اسوأ حالاتها، اوبئه، مجاعات، حروب دينيه، وجهل الكنيسه مسيطر في كل حته. الناس حرفيا بتفكر ان المرض ده لعنه، وان التفكير في الكون ممكن يزعل الرب. لكن في وسط السواد ده كله، في مدن زي البندقيه وميلانو وفلورنسيا بدات حركه صغيره جدا تظهر. محدش وقتها كان فاهم ان الحركه دي هتغير العالم، وده لان المدن دي كانت غنيه بالتجاره، وكان فيها طبعا التجار والمصرفيين بيدوروا على اي حاجه يثقلوا بها نفسهم قدام الناس. ما هو انا مش مجرد تاجر معاه شويه فلوس وخلاص. فبداوا يمولوا الفن والعماره والكتب، ومن هنا بدات حاجه اسمها النهضه. الناس بدات ترجع للكتب القديمه بتاع الاغريق والرومان اللي كانت مخزنه في الاديره او اترجمت من العرب في الاندلس. رجعوا يقروا الارسطو وافلاطون واقليدس، وبدات فكره جديده تتولد، وهي ان الانسان مش لازم يعيش بس عشان ينتظر الاخره، ده يقدر يفهم الدنيا ويبدع فيها. اللي حصل في ايطاليا كانت ثوره فكريه قبل ما تكون علميه. الناس بدات تبص للعقل على انه اداه مش خطر، وبدا يظهر فنانين زي ليوناردو دافنشي ومايكل انجلو ورافائيل. الناس دول ما كانوش مجرد رسامين، دول كانوا علماء ومهندسين وتجريبيين بيحاولوا يفهموا الطبيعه، الجسم، الضوء، الهندسه. وطبعا العيله اللي كانت ورا نص النهضه دي هي الميديشي في فلورنسيا، اللي كانوا عباره عن بنك ضخم مهتمين بالثقافه والفكر. النهضه دي يا صديقي فتحت الباب لفكره ان العلم والفن ممكن يمشوا مع بعض عادي، وان التفكير المنطقي مش خطر زي ما الكنيسه كانت بتقول. بس على الرغم من كل ده النهضه دي كانت محصوره في ايطاليا، ومع الوقت اتقفلت عليها. اوروبا في العموم لسه فقيره، لسه من غير موارد كافيه، ولسه العلم النظري ده مش عامل نهضه حقيقيه. لكن كل حاجه هتتغير سنه 1492 مع سقوط غرناطه، اخر مدن المسلمين في الاندلس، واللي وقعت تحت ايدي الاسبان. وبكده تنتهي وجود الحضاره العربيه الاسلاميه بالكامل اللي كانت متفوقه على اوروبا كلها. الاندلس ما كانتش مجرد ارض، دي كانت جامعه مفتوحه فيها طب وفلك ورياضيات، زراعه وهندسه وموسيقى، والاوروبيين عاشوا قرون بيستفيدوا من علومها. الترجمات اللي خرجت من هناك هتبقى الاساس اللي هتبني عليه اوروبا كل النهضه اللي هتيجي بعد كده. المهم ان بعد سقوط غرناطه العلماء المسلمين واليهود اللي كانوا هناك اتطردوا، وكتير منهم هربوا للشمال او للشرق. بس قبل ما يمشوا كانوا سايبين اثر علمي ضخم. اسبانيا نفسها بعد ما خلصت من حروب المسلمين بقت دوله موحده لاول مره، ومشغوله بفكره طب ما احنا هزمنا المسلمين اهو، يلا نغزو العالم بالمره. وهنا بقى جت اللحظه اللي هتغير مصير اوروبا كلها. ماشي، بس واحده واحده كده، واهدى على نفسك وقول لي بس الناس اللي انت هتبعتها دي تغزو العالم كله لا مؤاخذه هتاكل وتشرب منين؟ انت هتديهم اكل، بس الناس دي هتقعد في البحر ايام وشهور وسنين، والاكل اللي معاهم عايزينه يتحفظ. فقال لك تمام ماشي مش مشكله، عايزين نحفظ الاكل ده، طب عايزين توابل. والتوابل يا صديقي في الوقت ده كان لها استخدامات كتير جدا، بتحافظ لك على اكل من غير ما يبوظ، مفيش ثلاجات وقتها، بتستخدم في الطب والعلاج، والكنيسه نفسها كانت بتستخدمها في الطقوس الدينيه. وعندك طالما قلت حاجه بتخص الكنيسه لا كله يبص ويخلي باله من الحته دي. بس المصيبه ان كل التوابل دي بتيجي من شرق اسيا، وتحديدا من الهند وجزر الملوك اللي هي اندونيسيا حاليا. هتقول لي الله، اوروبا بكل المساحات الخضراء اللي عندها دي مش قادره تزرع شويه توابل؟ هقول لك ان نباتات زي الفلفل والقرنفل والجنزبيل كلها نباتات استوائيه، يعني بتحتاج حراره عاليه ورطوبه طول السنه. واوروبا بقى بمناخها البارد المعتدل ما فيهاش شمس كفايه للزرع ده، وحتى لو زرعوا النباتات دي مش هتعيش، ولو عاشت مش هتطلع نفس الطعم. وكان الطريق ليها طويل وصعب وبيعدي من اراضي المسلمين اللي هم لسه مسقطين لهم حضاره الاندلس، وخصوصا بقى بعد ما العثمانيين سيطروا على الشرق في القرن ال15. يعني من الاخر اوروبا كانت مجبره تشتري من الوسطاء العرب او التجار الايطاليين باسعار فلكيه. وبقت يا صديقي فكره ما نروح احنا بنفسنا نجيب التوابل دي من الهند واندونيسيا خيار لا مفر منه. ما هو انت يا تغامر وتروح تجيب الحاجات دي بنفسك، يا تفلس على ايدي التجار اللي بيبيعوها لك بمبالغ فلكيه. وهنا بدات فكره الكشوف الجغرافيه. البرتغال كانت من اول من تحمس للفكره. الملك البرتغالي وقتها هنري الملاح بدا يبعت بعثات تستكشف سواحل افريقيا على امل انهم يلاقوا طريق بحري للهند من غير ما يمروا بالمسلمين. رحلات كتير حصلت، في الاخر البحار فاسكو دي جاما سنه 1498 قدر يوصل فعلا للهند من طريق راس الرجاء الصالح، ودي كانت اول مره اوروبا تمشي طريق مباشر للشرق من غير ما تعدي باراضي المسلمين. لكن في نفس الوقت ده في اسبانيا عم كريستوفر كولومبوس كان عنده فكره مختلفه. كان قال نظريه قديمه بتقول ان الارض كرويه، وانها اصغر بكتير من حجمها الحقيقي المعروف، واعتمد لك على ارقام غريبه من علماء يونانيين قدام زمان، وحسب ان المسافه بين اوروبا والهند من ناحيه الغرب مش بعيده. بس اللي ما كانش يعرفه ان في قارتين كاملين بين اوروبا واسيا اسمهم الامريكتين. ولما الملكه ايزابيلا والملك فرديناند
وفرديناند وافقوا يمولوا رحلته بعد سقوط الاندلس، طلع بثلاث سفن صغيره وهم نينيا والباتنا والسانتا ماريا، وفضل ماشي في البحر اسابيع طويله لحد ما وصل لجزر الكاريبي في اكتوبر 1492. كولومبوس افتكر انه وصل للهند فعلا، عشان كده سمى الناس اللي قابلهم الهنود، بس الحقيقه انه كان اول اوروبي يوصل للعالم الجديد. ومن اللحظه دي اوروبا كلها قلبت على القاره الجديده، اسبانيا والبرتغال ومن بعدهم انجلترا وفرنسا وهولندا طلعوا رحلات استكشافيه مهوله للارض الجديده. وهناك لاحظوا حاجه غريبه جدا، الرجاله والستات على حد سواء لابسين دهب في كل حته في جسمهم. ولما سالوا السكان هناك انتوا بتجيبوا الدهب ده منين يا جماعه؟ قال لهم والله في نهر هناك كده الدهب والله بيمشي فيه عادي يعني، عشان يروحوا يبصوا على النهر ده، ومن هنا عينيهم تزغلل على الاخر. الدهب في القارتين دول موجود في كل حته تقريبا، وخصوصا في امريكا الجنوبيه في بيرو والمكسيك لقوا امبراطوريات عظيمه زي الانكا والازتك عندهم ذهب وفضه بكميات مش طبيعيه. واللي حصل من بعد ما عرفوا الكميات دي مأساة انسانيه مش هتتكرر تاني في التاريخ، غزو كامل ومجازر واوبئه دمرت السكان الاصليين، وفي المقابل ملايين الكيلوجرامات من الذهب والفضه اتشحنت في سفن راجعه لاسبانيا وانجلترا. عندك منجم واحد اسمه بوتسي في بوليفيا حاليا كان بيطلع كميه فضه تكفي انها تمول ميزانيه خزينه اوروبا كلها قرن كامل، لدرجه ان تلتين الفضه اللي كان موجود في العالم وتلت الذهب تقريبا كان جاي من الامريكتين. الاوروبيين كانوا بيجبروا السكان الاصليين يشتغلوا تحت الارض في ظروف وحشيه، واللي كان بيقاوم او يتعب بكل بساطه يتقتل. مخازن اوروبا حرفيا اتملت بالذهب والفضه، وخلي بالك انا ما بتكلمش على شويه فلوس، انا بقول لك تراكم ثروات ما حصلش قبل كده في التاريخ. السفن كانت بترجع محمله بجبال الذهب والفضه، ونتيجه لده مستوى المعيشه في اوروبا عالي، وبداوا ان يبقى معاهم فلوس يستخدموها في اي حاجه الدولة محتاجاها بعد كده. لكن بدل ما يضيعوها في مظاهر وغنى فارغ، عربيات بقى وقصور وحفلات ونسوان، بعضهم وخصوصا في شمال اوروبا كان بيفكر بفكر مختلف. في هولندا وانجلترا الفلوس دي اتحولت لوسيله بناء، الناس هناك استخدموها في الاستثمار مش في التفاخر، في انعاش التجاره مش ملء بطونهم، في بناء اساطير تروح تجيب التوابل بنفسها مش تستسهل وتشتريها من التجار. وبدا التجار الاوروبيين ياسسوا شركات مساهمه زي شركه الهند الشرقيه الهولنديه والانجليزيه، ودي كانت اول نموذج لشركه فيها مساهمين واسهم وسوق مالي عشان تبدا فكره البورصه من هناك. وعشان المعاملات دي محتاجه مكان امن يحفظ الفلوس ويسجل العمليات، اتاسس اول بنك حديث وهو بنك امستردام سنه 1609، واللي كان بيصدر عمله مستقره. ما انا الذهب مالي الخزائن عندي يا باشا. وبدات تظهر المؤسسات العلميه. ليه؟ لان اوروبا في الوقت ده كانت بتتعلم من التجربه. السفن اللي بتسافر دي محتاجه علم فلك وخرائط وحسابات دقيقه والات ملاحه، فالتجار اللي بيمولوا الرحلات اكتشفوا ان العلم مش رفاهيه، ده استثمار هيحافظ على السفينه اللي رايحه تجيب الثروه. فبداوا يمولوا جامعات ومراكز بحث كانت جذور حركه علميه ضخمه في القرن ال17 اسمها الثوره العلميه. عندك مثلا جامعه بادوفيا في ايطاليا، واحده من اقدم الجامعات الاوروبيه، كانت مركز لدراسه الطب والتشريح. جاليليو نفسه درس ودرس فيها. الجامعه كانت نموذج لفكره ان العلم بيتبني على الملاحظه والتجربه مش على كلام القدماء، ولسه شغاله لحد النهارده من 800 سنه علم متواصل. في بريطانيا جامعه اوكسفورد وكامبريدج اللي قبل النهضه كانوا جامعات دينيه، لكن لما بدا التمويل التجاري بدات كليات جديده تظهر بتركز على الفلك والفيزياء والرياضيات. نيوتن كان في كامبريدج، خرجت ناس زي داروين وستيفن هوكينج. والتمويل اللي جالهم في القرن ال17 من التجار كان سبب تحولهم من مدارس دينيه لجامعات علميه هتطلع ناس زي نيوتن وستيفن هوكينج زي ما قلنا. عشان في سنه 1660 بتمويل من التجار والنبلاء تتاسس الاكاديميه الملكيه للعلوم في بريطانيا، ودي كانت اول مؤسسه علميه منظمه هدفها الاساسي نشر الابحاث وتشجيع التجريب بدل الكلام النظري. كاول مجله علميه في التاريخ اعضائها مين؟ نيوتن وهوك وبويل، ولسه لحد النهارده هي اللي بتمنح لقب فيلو اوف ذا رويال سوسايتي. فخرج جاليليو بيشتغل في ايطاليا، كيبلر في المانيا، نيوتن في انجلترا، مش بس لانهم عباقره لكن كمان لان في دوله بتدفع ومؤسسات علميه بتتاسس ومراصد فلكيه بتتبني، وكل ده من الفلوس اللي جايه من ورا المحيط. الفلوس اللي كانت بتتضخ في الجامعات والابحاث العلميه دي عملت طفره في الادوات العلميه، الملاحه بقى والفيزياء والزراعه. فلما جيمس وات هيجي يخترع المحرك الكهربي هيلاقي عنده مكتبات وابحاث جاهزه، ولما نيوتن يكتب كتاب المبادئ الرياضيه هيلاقي مؤسسات تنشر وتراجع بحثه، وده اللي خلى التطور يحصل بسرعه. ببساطه كده النهب ولد فلوس، والفلوس خلقت بنوك، والبنوك عملت استثمار، والاستثمار مول علم، والعلم رجع الفلوس دي في صوره اختراعات وتطور صناعي. وده هو الذكاء الاوروبي الحقيقي في اللحظه دي، انهم فهموا ان الغنى مش الفلوس اللي تمسكها او الذهب اللي معاك، الغنى في النظام اللي يخليك تولد ذهب كل يوم وانت قاعد مكانك. ونتيجة لكل ده اوروبا بقى عندها قاعدة علمية جاهزة تستقبل بيها القرن ال18، القرن اللي هتبدأ فيه الثورة الصناعية بجد، وبالتحديد في انجلترا. هتقول لي ليه؟ هقول لك ببساطة جدا لانها كان فيها مزيج
عنب، فلوس جايه من المستعمرات، علماء عندهم تجارب وافكار، وناس صنايعيه عندهم خبره بالحديد والمنسوجات. والتوليفه دي كلها ولدت الثوره الصناعيه الاولى. جيمس وات العالم الاسكتلندي اشتغل على تطوير محرك بخاري بسيط بيستخدم البخار بدل الحيوانات والميه. والاهم ان مشروعه ده ما كانش اختراع فرد زي ما الناس بتتصور، ده كان نتيجه تعاون بين مهندس وتاجر وصنايعي، كل واحد حط علمه وفلوسه في المنظومه. ومن هنا بدات اول المصانع في العالم، مصانع الغزل والنسيج في الاول، بعدين الحديد والفحم. وفي خلال 50 سنه انجلترا بقت مركز العالم، عشان تيجي فرنسا والمانيا يدخلوا نفس السباق، وتبدا تظهر مفاهيم زي الانتاج الكمي وسلاسل الامداد والسكك الحديديه. وكل ده كان قائم على علم حقيقي بتمويل تجاري. اللي كان زمان بيصرف على الرحلات الجغرافيه بقى الوقت بيستثمر في الالات والمصانع. والبنوك اللي اتبنت في القرن ال17 بقت بتدي قروض للمصانع بدل السفن. يعني اوروبا استخدمت نفس النظام المالي اللي استخدمته زمان منها بالذهب، بس بدل ما تمول الغزو مولت الصناعه. ونتيجه كل ده يخرج من الجامعات العلماء، ويخرج من المصانع المحركات البخاريه والقطار والتلجراف والمصابيح الكهربائيه. والبنوك ملهاش سيره غير تمول اي مشروع جديد. عشان في القرن ال17 وال18 وبالتحديد سنه 1624 انجلترا قالت لك لا ما ينفعش كده، انا هشعللها اكتر واكتر. جابت العلماء والمخترعين وقعدتهم مع بعض واصدرت لهم قانون شهير جدا اسمه ستاتوت اوف مونوبوليس، وده يعتبر الاساس لكل قوانين براءات الاختراع الحديثه. بموجب القانون ده اي مخترع يقدر يسجل اختراعه رسميا وياخد عليه حمايه تقريبا لمده 14 سنه في العاده، وخلال الفتره دي محدش يقدر يصنع او يبيع الاختراع بتاعه من غير اذنه. ولما الناس فهمت ان اختراعك ممكن يخليك غني بدات المنافسه تكتر في الابتكار. العلم ما بقاش بس عشان حبا في المعرفه، ده بقى طريق للترقي في المجتمع. بدل ما كان لازم ابويا يبقى دوج او صاحب اراضي او قريب من مجالس الحكم عشان ابقى غني، انا دلوقتي اقدر اتعلم واخترع حاجه اخليني بيها من صفوه المجتمع عادي جدا. فبدانا نشوف جيمس وات يسجل براءه المحرك البخاري سنه 1769، واديسون يسجل مئات البراءات منها المصباح الكهربائي والفونوجراف، والاخوان رايت يسجلوا اول طياره سنه 1903. كمان النظام ده عمل حاله اقتصاديه كامله، وهو ان لما البراءات بدات تزيد ظهرت شركات بتشتريها، وده خلق سوق للابتكارات زي مثلا شركه جنرال الكتريك اللي اشترت براءات اديسون، وشركات السيارات اللي بدات تتبادل براءات المحركات. وبكده بقت في حركه تبادل معرفه منظمه بدل السر اللي كانت بتحصل. اخترع الحاجه من هنا اصحى تاني يوم الاقي واحد سريعها ولا بيخترع حاجه شبهها، لا ده دلوقتي مكسبي مضمون قانونيا. وده السبب اللي تلاقي كل الابتكارات الحديثه من الايفون للمضادات الحيويه ليها رقم براءه اختراع، عشان يضمنوا حق المبدع وتخلي العلم يمشي بسرعه من غير ما الناس تخاف تتسرق. لكن يا صديقي والله للاسف دلوقتي براءات الاختراع بتاخر مش بتسرع. يعني مثلا تخيل انا سمعت بودكاست من ثمانيه لدكتور عربي مش فاكر والله اسمه ايه، بحط لك لينك الحلقه دي في الوصف، بيقول لك ان واحد صاحبه اخترع مثلا زي عقار مثلا كده يشفي مرض معين، والعقار ده بيعمل على كل خليه منفصله في الجسم. وبسبب ان كل شركه مشتريه براءه اختراع لخليه معينه او جزء من الجسم او عضو منه، اصبحت الشركه اللي بتملك العقار الجديد دي لتكون قادره على نشره محتاجه تشتري كل براءات الاختراع من كل خليه ومن كل شركه في الجسم. تخيل بقى كم العوائق اللي بتواجهها الابتكارات الجديده مقابل اللي كانوا بتقابلها زمان. ولو تبص حواليك يا صديقي على اي اختراع في اوروبا الحديثه حاليا هتلاقي وراه سلسله طويله بدات من مناجم الفضه في جبال الانديز، وعدت بتمويل الجامعات، ثم علم نيوتن وكليبر وجاليليو، وانتهت بالمصانع العملاقه اللي بنت العالم الصناعي. فعايزك يا صديقي لما تسمع عن الثوره الصناعيه الاوروبيه او تشوفهم متقدمين اقتصاديا وعلميا لازم تبقى فاهم ان الموضوع ما حصلش من فراغ، كل ده مترتب على اللي بدأناه من شويه، فلوس، جامعات، علم، صناعه. لذلك يا صديقي اكتر ناس بيكذبوا على نفسهم اللي مهتمين بالعلم والتعليم وكل حاجه ودولتهم بتكح تراب. اهتم يا معلم بدولتك الاول، نمي اقتصادك، املى جيبك عشان تقدر تمول العلم والعلماء، لان من غير فلوس مفيش علم، ولو في وقت ما اصبح موجود من غير فلوس مصيره يتهدم او يتدفن او يهاجر بره البلد خالص. وبس يا صديقي ده كان كل ما معايا في حلقه النهارده، ارجو انك تكونوا استمتعتوا واستفدت. كان معاك احمد، سلام.